غياب 11 لاعب من فريق صن داونز امام الهلال السوداني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت في بدايه الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناه تنزل اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. في البدايه، قصه غرام الكهرباء. الغرامه هتدفع اول ما الاهلي ان شاء الله يرجع من الكاميرون. كهرباء هيدفع الغرامه في حساب نادي الزمالك المجمد او المحجوز عليه. زي ما حضرتك عارف، حساب نادي الزمالك في 500 حد حاجز عليه، فهو كهربا هيدفع الغرامه بتاعته في الحساب ده. اما بالنسبه لحراسه المرمى، في مباراه القطن، علي لطفي هو اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي امام القطن الكاميروني. وان شاء الله في مفاوضات، او في تقارير صحفيه كتير بتقول ان الاهلي دخل في مفاوضات مع محمد ابو جبل حارس البنك الاهلي. ده بالنسبه لمركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. اما بخصوص غياب ال 11 لاعب عن فريق صن داونز امام نادي الهلال السوداني، قدام حضرتك الاسماء اهي اللي مش هتشارك في المباراه. حضرتك شفت الاسماء اللي مش هتشارك في المباراه. هل اللعيبه دي مهمه فريق صن داونز؟ الحقيقه اللعيبه دي ما شاركتش نهائي قدام النادي الاهلي. قدام حضرتك تشكيل صن داونز امام النادي الاهلي، ولا واحد من المصابين اللي ذكرهم فريق صن داونز كان موجود قصاد النادي الاهلي او شارك في مباراه النادي الاهلي. للاسف كلهم كانوا لعيبه مصابه ما جهزوش في مباراه الاهلي. اما 11 لاعب في فريق صن داونز مصابين، هم لو كانوا موجودين كان ايه اللي حصل؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش بحطمك والله، بس صن داونز هنتوقع ان هو يكسب الهلال السوداني. هنتوقع، انا واحد من الناس يعني همشي معاك مع حضرتك للنهايه. صن داونز هيوصل تصنيف اول او على راس مجموعه، هيوصل اول مجموعه. تمام. لما يوصل على راس مجموعه هيلاعب تاني المجموعه اللي هو مين مثلا، سواء بقى الترجي، شباب بلوزداد، شبيبه القبائل، سيمبا، حوريه كوناكري. ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. صن داونز مش قادر يطيح بالناس دي، قادر ان هو يطيح بيهم. تخيل بقى لو الاهلي صعد مركز تاني، وارد جدا ان هو يلاعب صن داونز في قبل النهائي. انت واثق كاهلاوي ان انت هتسد قصاد صن داونز؟ يعني لو لعبته قبل النهائي تاني، واثق باللعيبه دي ان انت تقدر تطيح بيهم البطوله؟ انا واحد من الناس مش شايف غير ربنا يستر لو وصلنا ما ناخدش 5 تاني. ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. فبلاش يعني نعشم نفسنا ومباراة متفوتة. هو احنا اللي ضيعنا المباراة من ايدينا وضيعنا الصعود من ايدينا، واحنا السبب واحنا اللي وصلنا لنفسنا لده. بس نصيحة مني من كأهلاوي، نشوف ايه اخطائنا ونعالجها. بس لو وصلت وعرفت ان انت هتقابل صن داونز تاني، ربنا يستر وما نطلعش بفضيحة اكبر. ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. النهارده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعلن عن نظام كاس العالم 2025، كاس العالم للانديه 2025. النظام الجديد بمشاركه 32 فريق. 32 فريق منهم هيتاخد اصحاب ابطال دوري ابطال اوروبا 2021 2022 2023 2024. البطولات دي هيروحوا كاس عالم للانديه اصحاب البطولات دي، وهياخدوا 8 فرق اخرين من اوروبا حسب التصنيف الدولي. يعني 12 فريق من اوروبا هيروحوا كاس العالم للانديه 2025 ان شاء الله. بالنسبه لامريكا الجنوبيه هياخدوا منها 6 فرق، 4 فرق من 2021 2024 هيروحوا البطوله، وهياخدوا فرقتين حسب التصنيف هناك وفقا للاتحاد الدولي اللي اختاروا تبعهم، الاتحاد تبع امريكا الجنوبيه. امريكا الشماليه هياخدوا 4 فرق من 2021 ابطال القارات ل 2024. افريقيا من 2021 ل 2024، والنادي الاهلي هيشارك فيها عشان كان بطل دوري ابطال افريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي 3-0. وهياخدوا 4 فرق من اسيا، وفرقه من اقوانوسيا، وفرقه من الدوله المستضيفه. قدام حضرتك الفرق اللي هتشارك بشكل رسمي في كاس العالم 2025. الأهلي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2021، ريال مدريد بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2022، تشيلسي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2021،
الوداد المغربي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2022. الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2021. فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2022. بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2021. مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف 2021. سياتل الأمريكي بطل كونكاكاف 2022. دي الفرق اللي إن شاء الله هتشارك في كأس العالم للأندية 2025، السنة اللي بعد القادمة إن شاء الله. زي ما قلت لحضرتك، الأهلي المفروض بقى يجهز فريق إن هو يشرف الكرة المصرية بأكبر حدث للأندية في العالم إن شاء الله. 2024 2023 2024 آخر نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام القديم. بعد كده النظام الجديد اللي قلته لحضرتك 32 فريق. وإن شاء الله برضو تختار لكأس العالم 2026 المقام في أمريكا والمكسيك وكندا، اختار 48 فريق يكونوا في البطولة. يعني الاتحاد الدولي كبر المسابقات من حيث الأندية ومن حيث المنتخبات. النهاردة أقيمت قرعة كأس الرابطة المصرية. حضرتك كده كأس الرابطة المصرية اللي بنشارك فيها بالشباب. بص حضرتك القرعة كده هتبقى نظام خروج يعني بص اللي يخسر يطلع بره، زي نظام الكاس كده، مواجهات، مباراة واحدة الخسران بالسلام. الأهلي أول مباراة ليه أمام النادي المصري البورسعيدي، والفائز من المباراة دي هيلاعب الكسبان من مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة. ده أندية جماهيرية، ده الأهلي دخل على أندية جماهيرية. والفائز من المباراة دي هيلاعب فيوتشر طريق نادي، وفي النهائي لو وصل هيلاعب الزمالك أو في طريقه نادي الزمالك. نادي الزمالك أول مباراة ليه هيلاعب البنك الأهلي، ولو فاز هيلاعب الفائز من سيراميكا كليوباترا وسموحة، ولو فاز هيلاعب بيراميدز. ده طريق الأهلي وده طريق الزمالك في كأس الرابطة. إن شاء الله نتمنى التوفيق الأول لفريقنا يوم الجمعة القادم في مباراة القطن الكاميروني، ولا بديل على الفوز عشان يصالحوا الجماهير ويقولوا لهم قد إيه إن هم قصروا وإحنا لغاية النهاردة زعلانين منهم. بس مفيش حل قدامنا اللي إحنا ندعمهم لغاية آخر الموسم وبعد كده هتظهر. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.